فتة البطاطا الحارة بالدجاج من أفخم وأرقى الفتات اللي حتزينوا فيها سفرتكم. طعمها كتير رهيب ورائع، وعملها بسيط وسهل. في مقلة على النار حنضيف كمية من زيت الزيتون، حنحمر فيها عنا قطع الدجاج المتبلة بشوية بهارات وليمون وزيت زيتون. أول ما يتحمر معنا بنشيلهم من المقلة، وبمقلة تانية حنحط عنا زيت زيتون، حنحط عنا توم مهروس، حنحركه شوي. أول ما تطلع ريحة التوم حنضيف معلقة من صلصة البندورة ومعلقة من الكاتشب، حنحركهم كتير منيح بهالشكل، وبعدين حنضيف عليهم شوية بهارات وعصر ليمونة، وبعدين حنحركهم مع بعض. حنضيف شوية عنا من الكزبرة، وهيك صار عنا الصوص جاهز. حنضيف عنا البطاطا المقلية، طبعا ممكن تكونوا عاملينها بالاير فراير، وبنغلفها كتير منيح بالصوص، وهيك صارت جاهزة. بالنسبة لصوص الزبادي بنحتاج لعلبتين من الزبادي، معلقة كبيرة من الطحينة، عصرة ليمون، ملح وفلفل أسود، وكمان عنا توم مهروس. راح نخلطهم كتير منيح مع بعض، وإذا شفناها تقيلة ممكن نخففها بمي. في جهة التقديم هنحط شوي من الخبز المحمص، الدجاج، البطاطا، وكمان عنا الحمص. تمام، هنخلطهم شوية مع بعض بهالشكل، وبعدين هنضيف عليهم صوص الزبادي. تمام، وبعدين حنزينهم عنا حسب الرغبة. هون أنا زينتهم بالخبز والصنوبر والرمان، وهيك صارت وصفتنا جاهزة. وصحتين.